السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل جبنة، جبنة حلوة جدا جدا، من غير دهون ولا زيوت مهدرجة، ولا هنعملها بمنفعة ولا خل ولا حتى ليمون. هنجيب اول حاجة 3 لتر من الحليب. بنجيبه من اللبان او السوبر ماركت، بس يكون سايب مش بتاع الشركات، لان السايب بيدينا كمية حلوة وبيدينا نتيجة بتبقى حلوة جدا، اكتر احلى من الالبان الشركات. بس لو ما عندكيش حليب ممكن جدا برضو تستخدمي الشركات، البان الشركات، بس يكون كامل الدسم. فضينا بقى الحليب بتاعنا ورفعناه على النار علشان يغلي. دي ميزة من مميزات الطريقة النهاردة، ان احنا بنغلي اللبن كويس جدا وبنعقمه علشان نبقى مطمنين واحنا بنأكل ولادنا منها. بنقف قصاده كده ولحد ما يغلي كذا مرة، وكل ما يغلي ويرتفع برضو بننزله بالتقليب علشان نتأكد ان هو غلي كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده لما نطمن ان هو غلي كويس جدا بنطفي عليه وبنسيبه لحد ما حرارته تروح خالص. وبعد كده بدخله التلاجة. ببيته ليلة في التلاجة علشان انا عايزة اخد وش اللبن اللي هي القشطة، عشان هستخدمها في وصفة تانية. بس انتي لو مش محتاجة القشطة في حاجة ممكن جدا تسيبيه يدفى، بعد كده يبقى درجة الحرارة بتاعته دافية وتشتغلي فيه على طول. انا بيته في التلاجة، وده وش اللبن اللي طلع. بنشيله طبعا بمصفى ولا حاجة عشان يصفي الحليب اللي فيه. وزن القشطة اللي طلعت 175 جرام. طبعا حلو جدا من 3 كيلو، من 3 كيلو حليب. هنعمل بيها وصفة حلوة جدا، وان شاء الله هتنزل بكرة او بعده. بس كده هندخل بقى القشطة التلاجة ونبتدي نشتغل فيه الجبنة. هنحط الحليب تاني على النار لحد ما درجة الحرارة بتاعته تبقى يعني دافية مش باردة، يعني دافية كويس ان انتي بتحطي صباعك فيها. وتعدي 10، من 1 لحد 10. لو قدرتي تتحملي الحرارة فده يبقى الحرارة اللي احنا عايزينها. هنا انا حسيت ان هو يعني سخن شوية، فسيبته يبرد شوية لحد ما ادوب الزبادي. انا جايبة 3 علب زبادي. كل لتر حليب بياخد علبة من الزبادي الصغيرة اللي هي تقريبا 100 جرام. وحطيت عليه معلقتين من الحليب كده وضربته ضربتين علشان ينعم خالص ويديني قوام سايل مفهوش اي تكتلات. ممكن طبعا تستغني عن الخطوة دي ان انتي تقلبيه كويس جدا بشوكة او بمعلقة لحد ما توصلي للنتيجة اللي انت شايفاها دي. خليط ناعم مفهوش اي تخريزات. اتأكدت ان الحليب خلاص درجة حرارته بقت كويسة جدا. هنضيف بقى عليه الزبادي. تمام كده. هننزل على الحليب بكمية الزبادي اللي عندنا. اهم حاجة ان انتي تقلبي كويس جدا جدا علشان الزبادي يتوزع على الحلة كلها. في الوقت ده انا مشغلة فرن البوتاجاز وسايباه يدفى، وبعد كده طبعا هطفيه وادخل فيه الحلة، ومش هفتح عليه ولا هحرك الحلة خالص من مكانها قبل 4 ساعات. هي بتبتدي تتماسك بعد 3 ساعات ونص. بس احنا بنسيبها نص ساعة كده علشان تتماسك اكتر تدينا نتيجة كويسة. ده بعد 4 ساعات طلعتها. زي ما انت شايفة كده اللبن خلاص فصل اتجبن، وده المصل اللي طالع فوقيه. الخطوة اللي احنا بنعملها دلوقتي مهمة جدا جدا. احنا غلينا مية وبننزلها كده على اطراف الحلة علشان اللبن او الجبنة خلاص بقت جبنة. الجبنة تفصل من الحلة، وكمان السخونية بتشيل اي رطوبة موجودة واي فقاعات موجودة بين جزيئات اللبن، فيديكي
قطعة جبنة ملساء ومفيهاش اي فراغات، وتبقى متماسكة كمان مش مفرفتة. بنسيبها كده ربع ساعة. وانا هنا حضرت بقى الحاجة اللي هصفي فيها. الطبق ده كده هو جزئين فوق بعض، انا بغسل فيه الخضار بس. حطيته بقى كده عشان اصفي فيه الجبنة. ودي قطعة من الشاش ده، اكياس كده من الشاش انا عاملاها علشان بسوي فيها الكسكسي. وخدت واحد عملته للجبنة. دخلت فيها بقى كل الحاجات دي الطبق وكمان انا يعني فصلت ما بين الجزئين بتاع الطبق اللي هي الصفاية علشان يبقى تبقى الجبنة مرتفعة، ما تبقاش طايلة السوائل اللي هتنزل. بعد ربع ساعة هنبتدي بقى ناخد الجبنة بتاعتنا. ما شاء الله طلع حلوة جدا جدا جدا. طعمها حلو قوي. طعمها دسم، كأنك ما خدتيش منها القشطة بتاعتها ولا حاجة. والكمية بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. هقولك على وزنها قبل ما اقفل الفيديو. بناخد بقى كل اللي في الحلة. المصفى بتاعتي كانت واسعة فكانت بتنزل برضو اجزاء، فاضطريت في الاخر ان انا انزل كده بالحلة على الجبنة علشان كله ينزل، وكده كده هيتصفى مع الشاش. انا غطيت بقى قبل ما اغطي انا عملت خطوة بس ما اتصورتش. انا حطيت معلقة ملح، رشرشت كده معلقة ملح على وش الجبنة بس ما قلبتش. هو بيتوزع بطريقة طبيعية، بيتغلغل جوه الجبنة. هو يعني بيساعد ان هي تتماسك والمية تنزل بسرعة، وكمان الطعم بيبقى معتدل حلو جدا. لو انت عايزة تزودي كمية الملح زوديها. انا حطيت طبقين كده صغيرين كتقل عليها، بس ما نحطش حاجة تقيلة قوي علشان احنا مش عايزينها تتحول للبنة، احنا عايزينها جبنة بنفس القوام اللي احنا بنشتريه. دخلتها بقى التلاجة. انا كنت شغالة في الموضوع ده الساعة 5 تقريبا او 6 المغرب. دخلتها بقى التلاجة بحاجتها كده كلها لحد تاني يوم الصبح، لحد ما صفت بقى كل المية اللي فيها وكل المصل ده نزل. طبعا المصل ده مفيد جدا جدا في عمل المعجنات. ممكن تعجني بيه قراص طرية او تعجني بيه اي حاجة من المعجنات، قراقيش مثلا، فبيبقى حلو جدا. وكمان هناخد منه جزء هنغليه ونعقمه ونحط فيه ملح وهنعمله كمادة حفظ للجبنة. ابتديت بقى اقطع فيها اهو. الطبق هنا بتاعي او المصفى بتاعتي اللي صفيت فيها كانت كبيرة نوعا ما، يعني لو كانت اصغر شوية كانت هتطلع لي خرط اكبر وارتفاعها اعلى، فكانت هتبقى متماسكة كمان اكتر من كده. انا قطعتها وسبتها برضو شوية متغطية، وبعد كده ابتديت بقى اشيل قطعة قطعة احطها بقى كده في الطبق. بصوا كمان انا بوريكم هنا ان المسام بتاعها يعني ناعم جدا، مفيهوش اي فراغات ولا فقاقيع هواء ولا اي حاجة. قوامها بالظبط زي الجبنة اللي بنشتريها، والطعم احلى بكتير جدا جدا. وكمان مطمنين ان هي مفيهاش اي مادة غريبة ولا مادة كيميائية ولا اي حاجة. فانتي على حسب طبعا استخدامك للجبنة هتقدري، يعني انا مثلا عملت 3 كيلو حليب، ممكن انتي على قد استخدامك كيلو ونص او اكتر او اقل على حسب استخدام ايه. ممكن تقعد معاكي اسبوع في التلاجة بطريقة الحفظ اللي انا هوريها لك. بنشيل بقى قطعة قطعة كده. طريقة سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة، وبرده مش مكلفة.
يعني انتي لو بتحبي الحاجة النظيفة المضمونة، مش بتبصي للتوفير وخلاص، فهي الطريقة دي هتعجبك جدا. هي موفرة، بس هي طبعا مش موفرة قوي لان طبعا الحليب يعتبر غالي. بس كفاية ان انتي عاملة حاجة مطمنة ان هي نظيفة جدا، ومختارة حتى اللبن اللي انتي عايزة تشتغلي بيه. هي اتكلفت معايا حوالي 60 جنيه، وطلعت معايا كيلو جبنة. هي طلعت بالظبط 900 جرام جبنة و 175 جرام قشطة. فطبعا انتي لو ما فصلتيش القشطة عن الجبنة في الأول كانت هتطلع معاكي كيلو وشوية من الجبنة. احنا بقى دي طريقة الحفظ بتاعتنا. بناخد قطعة قطعة كده، بنلفها في كيس بلاستيك. ده كيس ده تلاجة انا فتحاه، وبلف فيه قطعة قطعة، وبحطه في علبة تلاجة محكمة، او مثلا علبة زي بتاعتي دي، زي ما بنشتري الجبنة كده، وبنلاقي قطعة قطعة مغلفة لوحدها ومحطوطة في علبة، وفيها حواليها كده المصل بتاع اللبن. الطريقة دي ممكن تقعد معاكي في التلاجة اسبوع ما يجرالهاش اي حاجة. علشان كده بقولك اعملي الكمية اللي انتي هتحتاجيها، لان هي ما فيهاش مواد حافظة، فهي هتقعد مش اكتر من اسبوع في التلاجة. انا حاطه كله، يعني حاطه كيس بلاستيك ومخرماه في العلبة دي، وحطيت فيها القطع الجبنة الملفوفة بالبلاستيك، وهنزل بيها، انزل بقى عليها بالمصل ده المغلي والمتبرد. ده بارد خالص خالص، كأنه زي درجة حرارة المياه العادية. بس هي طبعا كان مغلي ومحطوط فيه ملح. وبنلفه كده الكيس وبنقفل عليه، وبنحطه في التلاجة. نستخدم بقى على قد ما احنا محتاجين. يا رب تكون الطريقة النهاردة عجبتك، يا ريت تجربيها وتقولي رأيك في الكومنتات. والسلام عليكم.